ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل مع بعضينا الفطير. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. سبق وعملناه في اكتر من كذا فيديو، بس كنا بنعمله بصراحه ساده. المره دي بقى هنعمله فطير محشي بالشاورما الفراخ، محشي باللحمه. هنعمله باكتر من كذا حشو. هنسمي الله وهنبتدي الطريقة، وخليكي معايا لغاية اخر الفيديو عشان اقولك طريقة حفظه. لو هتحفظي كمية كبيرة هتحفظيها ازاي؟ عندي هنا هو كوباية من المية، عليها 4 معالق كبار من السكر، عليها معلقة صغيرة من الملح. تمام. الفطير هنا هو هنعمله بالشاورما وباللحمة، فمش هنكتر سكر قوي، يعني من 3 ل4 معالق السكر. كمية الدقيق قد ايه؟ كيلو دقيق. هنعمل كيلو دقيق عشان هنعمل 12 فطيرة. تمام. المية بنعمل ايه؟ بننزل بالمية تدريجيا، المية تكون دافية، ما بتبقاش ساقعة ولا باردة، بتكون المية دافية كده اهو. واعجن العجين كويس جدا وانزل بالمية تدريجيا. باجي بعد ما بعجنها، بروح جايبة معلقة سمنة كده اهو، او معلقة زبدة او معلقة زيت. المتاح عندك حطيه، ما تعقديش نفسك، المتاح في بيتك حطيه. معلقة الزبدة او الزيت او السمنة ديت بتدي طراوة حلوة قوي للعجين. بعد ما بتعجني العجينة كويس، بتحطي المعلقة ديت وتكملي عجن. بتكوني طبعا خلصتي، حطيتي المية كلها. المعلقة السمنة دي في الاخر. طب كمية المية اللي انا استخدمتها للكيلو قد ايه؟ استخدمت 600 جرام بالظبط. نص كيلو بحط له 300 جرام، الكيلو بحط له 600 جرام. ماشي كده. العجينة بتاعتي بقت ايه؟ جاهزة كده بعد ما اتعجنت خالص. بس بسم الله ما شاء الله، ملمسها حلو جدا وطرية، مش اللي هي طرية قوي ولا اللي هي يبس قوي. بس بقى ترتاح حوالي ايه 10 دقايق كده اهوت، واغطيها بكيس. بعد ما سبتها ترتاح، هنبدأ بقى ايه نشتغل بيها. بشيل الكيس من عليها كده اهو، وهبدأ اشكل العجين بتاعي. العجين بتاعي هنا هو الكيلو اقطعها ل24 قطعة. طب ليه ال24 قطعة ما قطعتهاش 12 ليه؟ لا، لاني كل فطيرة هعملها بقطعتين. تمام. اهو اقطعها كده اهو 24 زي ما انتوا شايفين كده اهو. خليكم معايا واحدة واحدة، صدقوني النتيجة حلوة جدا، والفطير طالع ما شاء الله بيشهي وحلو قوي. وكمان فكرة الفطير المحشي دي تنفعك قوي لو انت عندك بتخرجي كتير، آم، اطفالك عندهم دروس بيجوا من وقت للتاني، فما عليك ان انت هتطلعيها من الفريزر، وتطلعي الفطيرتين او التلاتة وتسخنيهم، وبيتاكلوا على طول، يعني بينجز في الوقت. يعني لو انت ما خلصتيش اكلك ولا حاجتك، بتطلعي الفطير ياكلوه كده هو، عقبال ما انت ايه تخلصي الاكل بتاعك. بمسك اهو كل قطعة زي ما انتوا شايفين كده اهو، بكورها. بسم الله ما شاء الله، العجينة مرتاحة حلو جدا وطرية في نفس الوقت. يعني خدت كفايتها في ان انا ايه ريحت العجين، انا ريحتها حوالي 10 دقايق كده اهو. فطلع بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهو. هعمل العجينة كلها بالشكل ان انا همسك كل قطعة هكورها بالشكل وبعد كده بقى هجيب صينية فيها حوالي نص كوباية من السمنة، اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه السمنة مش مسخناها خالص، درجة حرارة الغرفة. لو هي في التلاجة بتدفيها حاجة بسيطة كده ان هي تبقى سايلة معاكي. وببدأ ان انا ارص العجين في الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده وبحط برضو ايه على وشها عشان وشها ما ينشفش مني. اهو حطيت كمية السمنة، يعني هي خدت تقريبا حوالي كوباية من السمنة. نوع السمنة اللي انت حطاها ايه؟ انا هنا مستخدمة سمنة كريستيل. سبق قبل كده عملتها بالزيت والسمنة، وسبق عملتها بالسمنة البلدي. المتاح عندك اعمليه زي ما قلتلك. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينة مرتاحة وواخدة كفايتها في التريح، فهتشتغلي بيها بكل سهولة. بمسك بقى كل اتنين وببططهم كده زي القرص، يعني زي القرص الكبيرة كده اهو، لان كل اتنين هنعمل بيهم فطيرة. تمام. الفطير اللي انا بعمله ده بيبقى فطير صغير مش كبير. يعني انا هنا ما عملتش الفطيرة الكبيرة، انا عملتها اللي هو الفطير الصغير. فركزوا معايا واحدة واحدة، وصدقوني النتيجة هتطلع تحفة، يعني النتيجة هتطلع مرضية ليكي في الاخر. فامشي بالخطوات واحدة واحدة. هنا كل 4 فطرتين
هعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده اهو، هبططهم كده اهو، وبعد كده برضو هحطهم في قلب الصينية. ليه؟ لان انا عندي هنا الرخامة ايه ضيقة شوية، فمش هينفع ان انا احط العجين واشتغل، فبحطهم في الصينية وباخد ده ايه اتنين اتنين وابدأ اشتغل فيهم. لكن لو انت عندك الرخامة كبيرة مفيش اي مشكلة، بتسيبي العجين زي ما هو وتبدأي تاخدي دي اتنين اتنين وتبدأي تشتغلي زي ما انا بشتغل كده اهو. بصوا العجين بيتفرد معايا بكل سهولة، والنتيجة ديك بتخلي العجين بتاعي وانت بتفرديه تحسي انت بتفردي مشمع، بيبقى رقيق جدا. يعني انت ما ينفعش تفردي واحدة واحدة، هتتقطع منك لان هتبقى ضعيفة. لا انت بتفردي اتنين فبتبقى اللي هي ايه مسنودة شوية، لان هو بسم الله ما شاء الله بيطلع رقيق قوي. بحط حوالي معلقه سمنه كده في القلب كده اهوت. بكون مجهزه بقى الحشوه بتاعتي، سواء جبن، سواء شاورما فراخ، سواء شاورما لحمه، سجق، سوسيس، المتاح عندك حطيه. وببدا اني انا اطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي كده اول فطيره. هعمل معاكم برضو فطيره تانية، هاخدها برضو بنفس الطريقه مع حوالي معلقه سمنه كده اهوت، وببدا افرد معايا الفطير. بصوا لو واخدين بالكم بيتفرد معايا بكل سهوله، مشمع بتفرديه رقيق قوي فوق ما تتخيلي. ده نتيجة ايه؟ ان العجينة مخدومة كويس في العجن، وخدت وقتها يعني في راحة العجين ارتاح كويس جدا، فهيتفرد معاكي بكل سهولة. بين راق وراق بحط ايه حوالي ايه معلقة سمنة كده اهو. احنا الاولانية عملناها بالفراخ، التانية هنعملها باللحمة. انا ما حبيتش ان انا اطول معاكم يعني في الطريقة، انا اديتكم الفكرة وانت بقى حطي الحشوة اللي انت حابة تحطيهم. انا عملت 6 بالفراخ وعملت 6 باللحمة زي ما انتوا شايفين كده اهو. فوق كل فطيرة حطيت حوالي ايه ربع معلقة من السمنة كده اهو. وبعد كده بقى باجي بالصاج او الصينية بتاعتي وبفرد في قلب الصاج او الصينية، بفرد الفطير بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. كل صاج هياخد 6 فطاير. وابدأ اني انا افرده. حابه بقى ترشي من على الوش جبنه زيتون، فلافل، تعمليها بشكل البيتزا، مفيش اي مشكله. زي ما قلت لك انا اديتك الفكره، وانت حابه تعمليها يعني بالطريقه اللي تحبيها اعمليها. اهو بعمله بالشكل دوت. ودوك الفطير اللي هو باللحمه هعمله برضو بنفس الطريقه، وهفرده بنفس الطريقه اللي فردتها بيها الاولانيه. درجه التسويه بسويه على نار عاليه، بيطلع بنفس الجمال اللي انتوا شايفينه دوت. ما بغطيش النار، لاني لو وطيت النار هيصمد منك وهينشف، هو بيستوي على درجة حرارة عالية. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده اللي باللحمة ودوك اللي هو بالفريخ. التسوية حلوة قوي من تحت ومن فوق، يعني مفيش اجمل من كده. بصوا